السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة النجباء الفضائية، رمضان مبارك وكريم وآمن لكل العراقيين والمسلمين. أرحب بكم وبرنامج رهن الإجابة. أرحب بضيفي الشيخ حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار. رمضان مبارك وكريم. أرحب بك شيخنا. علينا وعليكم ومرحبا بك. شيخنا، نبدأ مباشرة. متى أول مرة زرت فيها بغداد؟ والله كنا طلاب أنا والمرحوم أخوي الشهيد، كنا طلاب صف سادس ابتدائي. كانت السيارات تجي يعني نفرات، هاي يسموها الكوسترات، فنركب بيها بدون ما يدرون أهلنا، نجي ناخذ صورة يم العلاوي يم هذا التمثال ونرجع. فكانت صور فورية، فمن نشوف لأن عندنا أخونا الكبير أيضا يلزمنا يبسطنا، تعال ايش وداك من بغداد وشلون رحت؟ ايش قد كان عمرك؟ يعني كنا بسادس ابتدائي هيك بهذا العمر. يا سنة تقريبا؟ والله ما اتذكرها يا سنه، عشان يعني البارحه ما ناسين اليوم. جيد. عندك اولاد؟ عندي اثنين. كم عددهم؟ اثنين. اكبرهم ايش قد عمره؟ اكبرهم مواليد 93. اخوان واخوات عندك؟ عندهم اخوات اثنين ايضا. هم انا عندي 4 اخوات و4 اخوه. نعم. مستشهد منهم احد شيخنا؟ 2 شهداء من عندهم، وبقينا انا متى استشهدوا؟ بهاي الاحداث الاخيره يعني من القاعده وجاي. نعم. نعم. من يشبهك من ابنائك؟ يشبهني كسلوك وتصرف هو الاصغر عمرا، ويسموه حميد الصغير. نعم. اما ذاك لا، من ناحيه الذكاء والفهم لا، ذاك الاكبر اكثر. هل يحمل سلاح حميد الصغير؟ اثنينهم هم في الحج الشعبي الانباري، واثنينهم مشاركين في معارك الشمال الرمادي. حميد الهايس هم اثنينهم صغار طبعا عمر بالمناسبه. نعم. عمره 16 سنه، فمن المعيب واحد يخلي ابنه، يعني هو حتى من عندك صور ونزلوها. نعم. يعني كان صغير جدا يعني بدايه الاحداث هو حامل بندقيه ويانا، والكبير تصوب يعني ضربه قناص من كتف الايمن طلع من الكتف الايسر. انت تصوبت اكثر من مره؟ انا عده مرات تصوبت. هل كان حميد الهايس الطفل مشاكس؟ من اتوازع على الشر، يعني يسوقوني على الشر افوت به، ولا ابعد عنه، لكن من تجيني لا اهلا وسهلا بها. ايش وقت تعاقبت اول مره؟ انا قضيت عقوبات كثيره بحياتي، يعني ما حتى من انا طالب وانسجنت. اول عقوبه عقوبه مثل ايش يعني؟ اول عقوبه كان يكون الوالد بسطك، الاخ. انا ما حضرت والدي كثيرا، يعني احنا كنا صغار ووالدنا توفى. بس هسه انت قلت من اروح للعلاوي انبسط. اخونا اللي كانوا اخواننا يعني الكبار يعاقبونا. هي عقوبه بكل حال. هي عقوبه بكل حال. امنا الله يرحمها كانت ايضا تعاقبنا. امك اثرت بك كثيرا؟ نعم. امك اثرت بك؟ اثرت بي اكثر من كل مخلوق على الارض. منو؟ لان كانت تعبانه بسببي كثير. يعني كانت تسهر بسببي، تنطرني من البوليس العراقي. يعني مشاكس؟ لا مو يعني ما عاجبني الوضع. على كل حال، من المسؤولين العراقيين كان زميلك في الدراسه والان يعني متبوء منصب معين؟ والله يعني ماكو تقريبا من عندهم احد. لا ماكو. كنت تمارس الرياضه، تلعب طوبه؟ نعم انا كنت رياضي وكنت اصارع، يعني مصارع. نعم. شفت صدام حسين بحياتك؟ شفته مرور الكرام بالثرثار، اني واقف وفات نزل سلم على الناس. كنت تروح للمقاهي الشعبيه؟ قليل. نعم. يعني اكو فد شيء ضامه حميد الهايس خايف منه، مستحي منه؟ والله انا ما اخاف من شيء ولا استحي من شيء، لان احنا تربيتنا ومصين انه نقول كل شيء، ولا نكون شهود زور على شيء. نعم. اذا نفترض اهديت سفره سياحيه لمكان معين خارج العراق، منو من السياسيين تاخذه وياك؟ والله ما اخذ ولا واحد، انا رايح سياحه، لو اخذ يسولف لي بالسياسه. يقوم يكتب علي، انا رايح اتفضى وارتاح، لو اخذ واحد كذاب سويت وعملت وبنيت وانجزت يعني ولا واحد يستحق تاخذه وياك؟ لا والله. ما تتونس ولا ويا احد؟ لا والله، اذا ويا سياسي ما اتونس. انا عندي صديقي مستشار عندنا بالمجلس، وعندي اصدقاء غيرهم، يعني بهادلي عبد الستار البهادلي. تكتفي بصديق واحد؟ دائما يرافقني بالسفر. تكتفي بصديق واحد؟ لا انا عندي الاف الاصدقاء يعني. اول سلاح اشتريته؟ نعم. اول سلاح اشتريته؟ مسدس. ايش وقت؟ والله كنت طالب بالمتوسط واشتريت مسدس بدون ما يدرون اهلي. منين جبت الفلوس؟ والله عندي شغيلات يعني طيب. كم بيت تملك؟ املك بيت واحد بالانبار وفجروا الدواعش. يعني هسه ما عندك بيت؟ والله ما عندي بيت. حالتك الماديه تغيرت من 2003 لحد هسه؟ بالتاكيد يعني يعني نحو الاحسن؟ لا طبعا اكيد نحو الاحسن، لان انا سيت لي فرصه عمل وسويت شركه واشتغلت، لكن من جد 11 لحد الان كل شيء ماكو. اخذوا الجمل بما حمل. شلون بدك تعيش هسه؟ والله عايش يعني حالي حال الناس. انت صريح،
والله عايش يعني شلون تجيك فلوس؟ انت رجل معروف وتضاف، يعني يجون ضيوف، يجون ناس تنطيهم. والله احنا اساسنا مو فقر ترى، اساسنا مو فقر، يعني ماشيين امورنا الحمد لله. انا هم راح امشيها. شنو علاقتك بالتجنيد الخالديه؟ تجنيد الخالديه؟ اي تجنيد الخالديه انا قضيت عمري هارب من الجيش. فما التحقت عسكري نهائيا. ايه فاجاني واحد قال تعال اسرحك من تجنيد الخالديه ايه مبلغ. ايه وانطيت اياه وسرحني من تجنيد الخالديه وظليت هارب نفس الشيء، ثاني تسريحه مزور. التسريح كان اي مزور. مزور اي. هل عملت قبل 2003 بدوائر الدوله؟ ابدا. قبل 2003 أبداً. مشتغل؟ أبداً. شنو علاقتك بدوائر الصحه؟ ما مشتغل باي دائره انا اشتغلت بعد 2003 وين؟ من سقط النظام مدير العلاقات العامه بمحافظه الانبار. نعم. في ايام المحافظ فصال القعود، اما طولت انضربت وطلعت صوبت يضربون القاعده. انتميت لحزب البعث؟ تقدر تسال يعني من دائما احكي على البعث بوين ما اقعد. مارست سجنت بزمان البعث عده مرات. مارست التشوبي؟ طبعا اتشوب انا، واحد قليمي ما يتشوب. شنو رايك بالتشوب الاسلامي؟ الشوب الاسلامي هاي كذبه مال لقلقه حيشم نقول بوجهه. شلون يعني؟ يعني شنو اكو شوب اسلامي واكو شوب مال مو اسلامي؟ وين اكو فيلم؟ شلون قال الشوب الاسلامي؟ خلي يشوفونا اياه. بس قالوا شو التشوب احنا الإسلامي- شفناه الشوب الاسلامي اللي تقصده انت. نعم. يعني الشوب اللي نشوبه احنا اشرف من الشوب اللي قالوا عليه الاسلاميين. يعني مال الساحات تقصد. اللي قال عليه هذا المعمم قال شوب اسلامي يجوز. نعم. منو سماك حميد؟ هو المفروض يعني يسموك عبد الحميد باعتبار يعني حضرتك يعني. والله وانا اسمي الحقيقي عبد الحميد، واخوي الشهيد الله يرحمه عبد المحسن، احنا متقاربين بالعمر، عبد الحميد وعبد المحسن. نعم. لكن الناس قامت تناديني عبد عبد وكانه انا مو اسمي الحميد. فسويت معامله واعترضت والنشر وغيره، وخرت كلمه عبد وظليت بس حميد. ليش؟ اكره العبوديه واكره حتى اسم العبد. بس انت عبد الحميد. ما ينادوني عبد الحميد، ينادوني عبد. فخو ما ظل عبد، لا انا حر، انا اسمي حميد. جيد. من اعدائك اكثر لو اصدقائك اكثر؟ يعني انا بفتره قياسيه سويت موقع على التواصل الاجتماعي وصلت به 80,000. ذولي معجبين، انا اقصد اصدقاء. اي يعني وعلى التواصل الاجتماعي الفيس مالي ما يتقبلها عبر الرقم المحدد. ايش قد تتقاضى راتب من الدوله؟ والله تقدر تسال الدوله. الدوله ما تجاوب، هي الدوله هسه محتاره. شو يقول له؟ يقول لك حميد موظف ياخذ راتب؟ ما والله بعمري ما وقعت على فاتوره راتب باخذت راتب. ايش قد لان اصلا انا مو موظف بالدوله. ايش قد تنطي العائله مصرف؟ كل عائلة؟ العراقيين ينطون ما مصرف اخليها للعائلة. محتاجه عائلتي. يعني ترفدهم دائما. نعم. شلون تقضي يومك؟ يعني اكو وقت للعائله، اكو وقت للاصدقاء، أكو والله وقت انا مشاكلي للترفيه؟ ويا عائلتي كثيره بعدم تواجدي يمهم. نعم. شنو احب الاوقات اليك؟ الغروب. المغرب؟ المغرب. ليش؟ احس هدوء، ويقولون الملائكه هم تفتر المغرب، ما ادري على صحيح لو كذب. ما ادري عاد الناس تقول. يعني ما متاكد انه الملائكه تفتر المغرب؟ والله ما ادري المغرب، ما ادري الصبح، رحت اسمع اني بس ما تدخل شيء بعقلي. رحت للحج؟ لا. رحت للمراقد المقدسه؟ ايوه دائما. دائما تروح؟ دائما اروح كربلاء، للنجف، الامام الكاظم، كل زياره اروح. اولادك شلون توجههم؟ والله اولادي قلت لك واحد يعني اثنينهم مدارس، واحد كمل والثاني شايلين بنادقهم وموجودين هسه حاليا بفوج المهمات الخاصه. ملتحق واحد. نعم. يعني مع العلم ما يجوز يلتحق لان عمره ما يساعد انه يكون مقاتل، لكن احنا اصرارنا انه ما نخلي ولدنا قاعدين هنا كلهم يلتحقون. تواجدك اكثر بالجبهه لو بالبيت؟ لا من فتره ما يعني اروح زياره للرمادي وارجع، لان وين ظلت جبهه؟ ظلت امور غير امور مثل ما كنا بالسابق. احنا ما طلعنا من الانبار نهائيا، وظلينا اخر عائله قاتلت في الانبار. يمكن شفتوا انتم الفيديوهات والصور شلون احتلوا لنا داعش. تشتغل بالتجاره شيخ؟ اني لا ما مشتغل تجاره. اخر واسطه سويتها ايش وقت؟ والله انا من ينخاني اروح له بس بدون مقابل. يعني هسه اذا انت عندك شغله وتقول لي شغلتي بالمكان الفلاني، اريد كذا وكذا، انا اركب سيارتي واروح اكمل لك اياها واجي. الحمد لله الجاه موجود والتقدير موجود. منذ متى لم تخرج وحدك؟ منذ متى لم اخرج وحدي؟ انا على طول اخرج بوحدي، ويلقون الناس بالشارع ويسالوني وين حمايتك، من وياك؟ نحرني واحد قال يقولون افواج وياك من بدر، واحد قال يقولون وياك حمايه ايرانيين، وبنفس الليل نزل على الموقع ماله يقول وين كتايب الكواتم ببغداد، حميد الهيثم افتر وحده ما عنده حمايه. تصور لهالدرجه وصل الامور. انت مستهدف، كيف تخرج وحدك؟ انا مستهدف كثير ورقم واحد بالاستهداف، لان اولا انا قاتل، مو قاتل بالمواجهات، قتلنا من داعش اعداد كبيره ومن القاعده قتلنا،
ومن ذول المجالس السرسريه اللي سووها البعثيه هم ايضا ما عفناهم، فكلهم يدورون واحنا ندور لهم. كم مره صوبت؟ 4 مرات. منين تشتري ملابسك؟ اشتريها من بغداد. شلون يعني انت تروح؟ انا اروح وتنتقي من بغداد وبراحتك؟ انزل من السياره واطب المحلات واتمشى واقعد باي مكان يعجبني اقعد. اخر مخالفه مروريه سويتها شو وقت؟ ما عندي مخالفات، انا بالقانون لا اسولف سالفتي. اذا السائق مالي يضرب اشاره يشهد الله راسا اغلط عليه واحكي عليه ولا هذا مو عمل. خلصت كليه؟ انا تقنيات طبيه. كليه تقنيات طبيه؟ يا سنه خلصت؟ قبل سنه. يعني انا كنت طالب تربيه علوم حياه وتركت. نعم. وداومت قانون وتركت، كلها بالبدايه قضيتها بالسجن، صارت عندي حوادث وانسجنت فيها. تعاركت داخل السجن؟ لا ما عندي مشكله، احنا يسمونا شوي الدعاوى الشريفه. ليش؟ اكو السجن باشكال، نعم الزين والشين والخوج ادمي نعم ما متعارك بالسجن يعني؟ لا خارج السجن متعارك؟ والله ويا القاعده تعاركت بالبدايه. مستخدم سلاحك اخر مره استخدمت سلاحك خارج حرب داعش شو وقت؟ خارج حرب داعش هو دائما يتعرضون لنا ونستخدم سلاحنا. خارج داعش ما استخدم سلاح ضد احد. يعني ما متعارك، ما صاير حادث ما قتل؟ لا ما عندي شيء هذا الشيء. منو من اصدقائك الان في مجلس المحافظه؟ والله عندي تقريبا هو حتى رئيس المجلس صديقي واعضاء بالمجلس اصدقائي. تتعاون وياهم؟ والله دائما يعني بيني وبينهم اتصال وننصحهم ونوجههم، بهم من يقتنع بهم من يقول لك هذا الحاله يسولف. نعم. تحب الاكل؟ اني كنت اكل، اي طبعا احب الاكل بس من فتره تركته. اي اكله تعجبك؟ والله اكل تشريب باميه، نذبح طليان على تمن عنبر، نسحق هالإتياننا نسحقه ما نوفر. ما تحب الكاهو والقمر ولا؟ كاهو قمر؟ إيه؟ لا والله ما. اذا تفطر ايش تفطر؟ شلون؟ اذا تفطر ايش تفطر؟ والله خير واجد هالموجود. ما ترددت اخر شيء لبغداد؟ كم مره يعني ذهبت الى بغداد فيها وحدك بدون اصدقاء بدون حمايه بدون هذا؟ اخر مره متى ذهبت؟ قبل اسبوع انا كنت افطر بالكراده وبالمنصور، ورحت على صديقي بشارع فلسطين وعلاقاتي كلها انا بذاك الصوب. تقرا؟ اقرا. اخر كتاب قريته شو كنت؟ اقرا دائما، اقرا كل شيء اقراني. عندك بحوث مؤلفات يعني شيء؟ كتبنا بحث عن علم البصريات، نكتب نوبات مقالات عن الاسلاميين ما اسلاميين وهكذا الامور. شنو علاقتك بهم الاسلاميين؟ شو كانما متوتره العلاقه يعني؟ لا مو متوتره، لكن الاسلاميين احنا عانينا منهم. نعم. في الانبار. نعم. عانينا منهم وانتم كلكم على اطلاع بهذا الشيء. الاسلاميين تذكرونهم كانوا يوقفون على المنصه وكانهم استعراء، يعني شلون العسكريين يصطفون، فكانوا يوقفون هكذا، وكانوا كلهم يتناولون الخطاب مالهم والسماعه مالتهم، ما حكوا حكايه طيبه للناس، كله هجوم ويحكون عن الناس ويحللون قتل ويخونون بالناس، وكانه الله منزلهم من السماء ومنطيهم بطاقه انتم يابا تمثلوني في الارض. مع العلم هم نصهم اغبياء، وانا اعرفهم معرفه شخصيه. هم بيهم كلهم اكثرهم كانوا فاشلين دراسيا. راحوا لي الكليه اللي عاوني بها اللي يدرسون بها. الكليه الاسلاميه، كليه العلوم الاسلاميه، الشريعه ما يسمونها. كليه الشريعه. اي شو راح كان بالسادس الادبي يسمع حالاته الولد المؤدب المهذب المرتب. شو صار لي بكليه الشريعه تخرج منها، شو لبس لي عمامه وقصر دشلاشته وجاني مخبط. ضيع الشوخ والبداوي. يابا انت شنو؟ قال انا عالم. انت عالم بيش؟ يعني شايف بكالوريوس علوم شريعه وبكالوريوس لغه عربيه يسمونه عالم؟ هذا مو عالم. انت مجرد شهاده اخذتها وتخصصك. صانع الايفون لو صاعد وكاله ناسا للسماء لو شنو في المواد. نصبوا انفسهم علماء على الناس والناس قشامر. ذول منين ياخذون رواتب؟ من الوقف السني يبي هم متعينين بالدوائر. الوقف السني منين ياخذ رواتب؟ من الدوله. يعني الدوله تمول تخصيص ميزانيه لهم. يعني الدوله تمول داعش مثلا؟ يعني الوقف السني بذاك الوقت يعني تتذكرونهم كلهم كانوا هم اعلنوا. يعني هسه حضرتك تقول ذولي دواعش وذول يستلمون راتب من الوقف السني، الوقف السني له بالموازنه حصه. اكو ليش اكو التربيه؟ احنا عندنا عوده، عندنا اسمح لي، اكو التربيه، اكو الصحه، اكو اكثر دوائر الدوله بها دواعش. اكو دكتور صورته عندي بالموبايل الاستاذ جامعي ايضا داعشي. فكانوا ياخذون رواتب من الدوله، منين ياخذون راتب؟ حتى اكو يعني هاي التحولات اللي صارت بالفتره الاخيره،
حول راتبك المعلمين هيت، المعلمين العفو العاقه، هاي داعش تاخذ منها نسبه. خلينا بالاسئله الشخصيه. اذا تريد تحلق شعرك الحلاق يجيك لو انت تروح له؟ لا هو يجيني. يجيك. نعم. ايش قد تنطيه تقريبا؟ مرات انطيه مرات ما ياخذ، انطيه $100 $200. كل حلاقه يعني انت كل شهر تزين مره او مرتين؟ لا مرات انت ما شايفني يجوز زين. ايه انا شعري يصير يشعر يلا زين، هلا تصير معارك زين الا ما زين يابا شايل لحيته متعاجز من اخر مره اشتركت بها في معركه؟ وين؟ اخر معركه اشتركت بها ويا داعش. اخر شو وقت يعني؟ قبل الانسحاب من الرمادي. نعم. كان ابني مصوب واخلوه وجيت وياه. اخليت ابنك واجيت؟ لا امه اخلوه وانا جيت وراه. شكرا جزيلا للشيخ حميد الهايس. فاصل ونعود مشاهدينا الكرام. عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين وبرنامج رهن الإجابة وضيفي الشيخ حميد الهايس. أرحب بك مرة أخرى شيخنا وأسألك، أنت تعد من السياسيين المشاكسين، تهاجم أعدائك بقوة ودائما تخليهم تحت الضغط، بس ما نشوف ردات فعل من قبل السياسيين. ليش يعني ما حد يردك بنفس القوة اللي أنت تهجم بها؟ احنا ما كنا حتى نفكر بالسياسة نهائيا، لكن من كنا نقاتل القاعدة بال 2006 و 2007 جينا لبغداد زيارة، التقينا بالدكتور أحمد شلبي الله يرحمه، لاقونا هنا أنا هو ومثال الآلوسي وكانوا فرحين بينا وفخورين. قالوا تعالوا جاي انتم لازم تنتهي لغة السلاح. واحنا كنا داخل نفسنا ما نريد هذا الشيء يصير، لان ندري نعرف الديره. اي سنه؟ اي سنه؟ بال 2007. 2007. فسووا لنا مؤتمر بقاعه وقعدوا بيه شباب وجابوا اعلاميين وكاميرات. هاي اول مره احنا نشوف هذا الشيء بحياتنا. حتى عشان لبسنا ملابس عسكريه ورحنا اشترينا ملابس منها من المنصور، طببوا لنا بقاعه. شو طبينا بالقاعه؟ لقينا شباب الصفقنا ولقينا كتاب مكتوب بمنصه تعالوا اقروا. قريناه، انا قريته طبعا وكانوا الاخوان داير ما يدور يحيطون بي. قلنا انتهت لغه السلاح ولازم نتعامل سياسيا وكذا، وما وجهونا بهذا ورطونا بهاي السالفه. انت مقتنع كنت ابدا ابدا ابدا. شلون؟ قلت هذول اصحاب تجربه وهذول كذا سياسيين مخضرمين، فبالتاكيد عندهم بها غايه او يريد يوصلون لا شيء. نعم. يعني ينهون به لغه السلاح. فورطونا بهاي السالفه حقيقه، انه المفروض احنا ما نترك هاي السالفه برد. على كل حال انت كل من يظل حزامه بظهر المفروض. نعم. ليش يعني رضخت لهم؟ والله قلت يعني هم قنعونا، قالوا لازم تنتهي لغه السلاح ولازم انتم تدخلون العمليه السياسيه ولازم تشتركون بانتخابات، وانتم تحملتوا عبء كثير، قتال وجرحى وشهداء، فما ظل عندكم شيء انتم تحتاجونه للقتال. الشرطه تقوت والجيش وكذا، بامكانكم ان يكون لكم دور اخر. جيد. سؤالي ما جاوبتني عليه. تهاجم اعدائك بعنف وبقوه؟ اهاجمهم وابقى اهاجمهم بالحق. ما حد يرد عليك؟ ما يقدروا يردون. ليش؟ شو يقولون علي؟ لازم عليهم فشي؟ شو يقولون علي؟ شو يقولون؟ أنا مقاتل من الطراز الأول في الأنبار، يعرفوني كل زين. هم أكثر واحد مضحي، قدم 9 شهداء من عائلته أنا بيوتنا وزرعنا، حتى الحقد مالهم من النذالة والخسة جابوا شفل شلعوا انخلاط، تصور وصلوا لحد نبتة يشلعونها من الأرض من الحقد علينا. احنا مصدين كل ما هو خاطئ، والخطأ جاي نصدى له السواسية. احنا ما نصير منافقين. هو ها تعال صير سياسي، احكي هذا شكل يوم ذاك شكل، والله مو تربيتنا ما نعرفها. يعني انت مو سياسي هسه؟ ما يشرفني والله، بس احكي الحق. ما يشرفك تكون سياسي؟ اي والله. ليش؟ شنو السياسه؟ اصير اقوم اكذب على الناس، اقوم اراوغ؟ يعني كل السياسيين؟ لا مو احنا ما نقول كلهم، لكن انت بعينك تشوف. انت مقتنع بالجاي يدور بالبلد من الناحيه السياسيه؟ اسالك بالله. اي قد مقتنع؟ قد يكون واحد. يعني انا لو اني وياهم اغير امور كثيره. مثلا يعني انا يعني هسه بالوضع، شوف ابسط شيء الملف الامني، ايش قد بيه نفاق ومجاملات وشهادات زور، وناس دا تطلع من السجون بدون وجه حق، وناس مظلومه وناس كذا. هذا الشيء ما جاي ينحسم ابدا. انا ما اصبر على هذا الشيء، ما اخليه. انا داعشي اجيبه معتقله عبر جسر بزيبس، اخليه يطب ببغداد النوب، والله طر 2 لو وراء الدنيا كلها. يعني انا ردت اسالك وسبقتني بالسؤال، شنو قصه بزيبز وكيف الناس تتسرب من الجسر، وهل هناك شبهات؟ انا سميتها معبر رفح بزيبز. من المعيب جدا يتعاملون النازحين وسكان الانبار
بهاي الطريقه على جسر بزيبس من المحيط جدا. حضرتك تقول ارهابيين دا يفوتون من عنده. طبعا الارهابي يفوت لان عنده كتب وعنده سيدي كل شيء. واجب الحكومه يهرب احد الناس يهربه. طبعا هذا الشيء واجب الحكومه تضبط الجسر. ما ضابطينه زين. ما اشوف الارهابي مبين واكو قاعده بيانات بامكانهم يعرفون كل الارهابيين، لكن مدى يشتغلون بصوره صحيحه. تجي عائله مبهدله مريضه من جهه الجسر الغربيه يظل 5 ايام 6 ايام. وين الانسانيه؟ وين القيم؟ وين الاخلاق الرجوله؟ مدى يتعاونون وياهم؟ والله تعليمات من قياده عمليات. يعني تشوبها فساد قصه بزيبز. كل شيء اكو على بزيبز، كل شيء اكو فساد يعني في الاداء الحكومي. كل شيء اكو على بزيبز. يعني تسمع من شيء مو زين على بزيبز هو موجود بالاداء الحكومي. اكو طبعا فساد فيما طبعا بالتاكيد اكو منتفعين، اكو انتهازيين، اكو من يريد يفرض ارادته على الغير، اكو من يريد يظهر نفسه بانه حريص. يعني تصور والله عيب نسولفهن. يعني مرضى وباسعافات وما يعبرونهن وعندهن ولاده. والله انتهى الوقت. يعني هاي الانسانيه. حتى الاسرائيليين يعبرون، ترى يعبرون الفلسطينيين وغيرها وغيرها. حضرتك اشرت اشاره خفيه، قلت الداخليه تهرب بعض السجناء. هل موجود هذا الشيء؟ هل تناهى الى سمعك هذا الامر انه هربوا سجناء من سجون شوف الداخليه مخطئه خطا كبير، خصوصا من سنه وجاي، من بدا تحرير الرمادي وجاي كان المفروض المعتقلين كلهم يجون الى بغداد. اي معتقلين؟ معتقلين اللي يعتقلوهم من داعش. نعم. والمواطنين اللي يشهدون عليهم من داعش. المفروض هنا يكون اللجنه التحقيقيه ببغداد وباشراف الوزير مباشره. ليش الارهابيين عندما يعتقلوهم يخلوهم بالرمادي؟ ينكر الارهابي وياخذ له الضابط المحقق ياخذ له كم درهم والاخر ياخذ كم درهم، الله وكيلك. وطلعوا عشرات الارهابيين هسه وصلوا كردستان. يعني صوتك ما مسموع عند الداخليه عندما تتحدث بهذه الطريقه. اكو قائد شرطه ينطي موقف مو صحيح، واكو ضباط تنطي موقف مو صحيح، لكن انا هم عندي كتب وعندي اعترافات وعندي وثائق وعندي صور. لكن مو وقتها انتظر الرد. هناك لان انا سلمتها الجهه رسميه. نعم. قويه ادعوا بانهم يحسمون الامور. ادعوا. سلمتها؟ ما قضيه امنيه هاي. حكوميه يعني؟ حكوميه طبعا. ادعوا بانهم يحسمون الامور، والله المحسمه والامور لشرهم على الحبل لفضحهم فضيحه ولا نبحق لهم. ايش تفضح؟ لان يعني هذا امن ناس وحياه ناس. يعني ارهابي نائب والي الانبار يطلع من السجن الله يقبلها. طالع هسه طالع وعبرت الشرطه، طلعته بسيارات الشرطه. شرطه الانبار؟ نعم شرطه الانبار. طلعت والي الانبار، معاون والي الانبار. وين ودوه؟ وعنده الخريطه القيادي. اقول لك وين ودوه؟ هاي بيوم ما هذا راح انا راح اخلي قناتك تستخدم هذا الموضوع. وين ودوه؟ يشرونهم على الحبل. هذا وين ودوه؟ هذا وين ودوه؟ دبوه ببغداد، ما ادري بالاعظميه، ما ادري ودوه للشمال، ما ادري. عمي اقعدوا يا عمي يا امن يا بطيخ. هذول يحققون امن؟ هذول اهل الواسطات والرشاوي. يعني الناس تموت بمدينه الصدر وبالشعله وبالشعب بغير مكان، ونائب والي الانبار يفترى بشوارع بغداد. والله هم عشان نقول بوجه الزلم، هم الحكومه. هسه حضرتك تتحدث سياسه، وتتحدث اخي في شؤون الدوله، وتتحدث بشؤون الامن. السياسه شنو؟ بس اسالك السياسه شنو هي؟ اسالك سؤال شيخنا. يعني لو كنت متولي على الملف الامني في الانبار، ماذا تصنع غير ما صنعت الحكومه؟ يعني الحكومه هي هذا اللي تقدر تسوي سوته. مقصره يعني؟ هي مقصره. كيف؟ لجان تحقيقيه باطله. منو مسؤول؟ باطله اللجان كلهم مسؤولين عليها. انا مسؤول عنها. تشتكي عليه شكل لجنه تحقيقيه، راحوا ورق زيبزق عدم وردوا. واللي عالم هو هيك الحكي وهيك الشغل وهيك الامين مداعشي وحيشم نقول بشا كلب ابن 16 كلب ومسؤول وكبير بداعش ودمر العالم وقتل الناس وقتل الشرطه وفجروا ببغداد. يعني شيخنا شو يسوي النوب الواحد؟ شيخنا اكو فرق بين الشرطي اللي يهرب والي الانبار وبين والي الانبار؟ ذول مو اثنينهم دواعش؟ اثنينهم طبعا دواعش. يعني اكو اللي ياخذ رشوه على داعش هذا ابو داعش. يعني اكو بشرطه يطلع لك بالتلفزيون المسؤول والله نتعامل كذا، والله يكذبون. اكو بشرطه. انا مسؤول عن كلامي وعندي الدليل. اكو بشرطتنا دواعش الان؟ ليش اكو مثل عندك واحد لواء بالداخليه. لواء بالداخليه تعرفها؟ اعرفه بس ما اقول اسمها هسه. ضمن الملف من عائله داعشيه بحته. ضمن الملف اللي عندك؟ نعم. في الانبار هذا؟ في الانبار من عائله داعشيه بحته، والدليل موجود. نعم. والشهود موجودين والضباط موجودين. زين شنو يمنعك؟ والداخليه مشلببين. شنو يمنعك ما تقيم عليه دعوه اذا انت ما عندك ثقه بالداخليه؟ ويمن اقيم دعوه عند القضاء. اقول لك مو سولفتها وصدر عليها مرقبض 4 ارهاب وقلبون ارهابي. منو صدر عليك؟ فلع على المرجعيه الدينيه تدخل. منو صدر عليك؟ نفسهم ضباط شرطه الانبار. هم ما يصدرون امر. ب 2009 صدروا على مرقبض 4 ارهابي. جابوا مرة خلوها رجلها مذبوح كلب ابن كلب بالقاعده
قالوا له كثر زوجي اشترى فلان تعال يشتكي عليه. شكوها عليه وصدروا عليه مرقبض 4 ارهاب. هذا القضاء مو هم جابوه وخلوه تشتكي عليه ليسكتوني. نعم. بس ما سكتت، سلمت نفسي وطلعت افراج، ما اسكت له ماني. هذا دم الناس وين يروح؟ امانه يعني حضرتك دم الناس امانه برقابنا كليتنا، اي واحد عنده ضمير وعنده شرف يملك من الرجوله شعره، دم الناس برقابنا كلها تتحمل مسؤوليه. حضرتك تتحدث الان وتحدثت قبل قليل، قلت اني ما يشرفني اكون سياسي وتمارس ويا ذول الجاي يكذبون، هؤلاء سياسيين. وحضرتك هل انت زعيم سياسي بين مزدوجين مصلصل ام زعيم عشائر مصلصل؟ والله انا شوف اقول لك سالفه، راح انا حتى العشائريه من خلال معايشتي بالعشائر وبالمضيف، من انا صغير بالمضيف قاعد الى ان هدموه قبل سنه دواعش، شفت شلون هدموه. ما وجدت بالعشائريه خيرا للبلد. لا بالعشائريه خيرا؟ ما بها خيرا اذا مو مجتمع مدني متحضر يقودون المتعلمين واصحاب الشهادات والكفاءات، والعشائري على عيني وراسي. نعم. يقعد بشغله يشتغل له شغله، يعني ما شفنا يعني كل يعني هو فلاح ما يقرا ويكتب، يجي يقعد الصبح يصفط لك صفط سوالف منين لا يسمعن. يعني ماكو حكي ترى. فلهذا السبب السياسه بعد ما تراد. كل من الراعي يسولف لك بالسياسه، الفلاح بالسياسه، الاخ بالسياسه. والتلفزيونات خبرت العالم، يشوفون بالليل يقرون مانشيتات يجون يسولفون الصبح، عبالهم السياسه هي. المجتمع الانباري متدين ام مدني ام؟ عمره ما صار متدين مجتمع الانبار. ولا مدني؟ لا مجتمع مدني. ليش تدعو الى مدنيه المجتمع اذا جونا ذول الاسلاميين اصلا؟ اقول لك جونا بلا خير، ذول الاسلاميين خربوا الدنيا وما بيها، خربوا الدنيا وما بيها. اخوي هاي الجوامع اللي بنوها الله وكيلكم مو للعباده، يزعلون كان حكي الصحيح. هاي اللي رفع الضرائب، كل من بنى له 4 اركان وقال اسالك دق له 4 دنقات وحط فوقها حديده وقام ياذن، قال لك هو هذا جامع شيلوا عنا الضريبه يابا، شيلوا عنا الضريبه. منذ متى كثرت المآذن في الانبار؟ بزمن صدام. على مود الضريبه؟ على مود الضريبه. ولا زالت الان هذا القانون ساري؟ انت ما اعرف والله، ما عندي تفاصيله. هسه ما بنوا جوامع؟ لا ما بنوا وراء 2003. وراء ما بنوا. لا وراء 2003. لا ما بنوا، بس استخدموها لطرق حقيره بعد 2003. نعم. استخدموها للشر وللفتنه وللقاعده وللتحريض. يعني لو بيدي اخلي 5 جوامع بكل الانبار والصلاه مركزيه. بعدين هو حتى ما حاجه صلاه. تهدم الجوامع تريد؟ ما اخليهم يصلون بيها. تهدمها يعني تغلقها؟ يا اخي ولا اي والله هدمها، والله جامع تطلع منها مفخخه علي اهدمون عن ابو صغار بالبنان، بعد شو تريد؟ يدز علي ناقلات اشخاص مفخخه ويفجرن علي، اخلي لا بالله بليها انا يزعلون عليك هسه اهل الانبار، يزعلون عليك. مو مثل جوامع ضرار صارن اكثرين. ولا جامع شنو؟ وهاي الشيوخ وين تروح؟ شلون تعيش؟ اي شيوخ؟ تخمون عايشين والله شو تسولف هيك؟ تخمون بربيل وباسطنبول ودبوا العمايم وجينز وقيوات. الله وكيلك هسه يتخمون تعلموا اللقلقه والاتقان. كم جامع تقريبا بالانبار؟ الرمادي ما بيها هوايه، بس الفلوجه بيها هي جزء اكثر شيء. يعني هوايه بيها جوامع، الفلوجه يقولون بيها 100. شنو بالمية؟ بشرفك ضميرك. هاي ال100 لو بانين مكان روضات ومدارس علميه تدرس فيزياء وكيمياء ورياضيات، مو احسن ما يدرسون على الفتنه يعني والمشاكل؟ انسان تقي ويريد يسوي الاخرته فد شيء. هو التقي الا بالجامع؟ هذا فد شيء هو انت تقي، جوز انا تقي، الاخوان كلهم متقين الله. يعني هي وبعدين هاي الصلاه هسه قبل نقول لك بالجامع يروحون، لان ماكو كل شيء لا يسمعون سوالف الخطيب. هسه مو التلفزيونات موجوده، اللي يشوف خطبه كربلاء، النجف، مكه، اي محافظه، اي هذه من الجوامع شيخنا. على كل حال هي هم من الجوامع. ام اسالك يعني هسه ما دام نتحدث بعض الشر اهون. ما دام نتحدث عن يعني عن الجوامع والاسلام يعني البعض يصف حميد الهايس بانه شيعي، والبعض اقل تشددا يقول هذا سني متشيع. سني متشيع لو شيعي او شيعي متسنن. يعني هو انت مراسي شيعي العقيده. انت مراسي على بر. انا شيعي العقيده سني المذهب. يعني هذه اراده تفصيل. شيعي العقيده سني المذهب. انا عقائدي، يعني لو مو عقائدي ما اظل هالشكل. كان حالي حال المنتفعين، هسه قاعد بعمان، وهسه انا جاي اكل موطه، حالي حالهم هذول كنتاكي من يسمونه السرسريه. تعرف لو قاعد بربيله تخم اسمع اقول لك سالفه. بس انا عقائدي ما اعوف عدوي ولا اعوف بلدي ولا اعوف ديرتي. انا شيعي العقيده، الشيعة بيهم اكثر ناس مضحين من زمان مقبور الصفحه ولا حد هاي الساعه. شو يسوون الناس؟ يطيرون على الله؟ شو يسوون الشيعة؟ بدي اسالك سؤال، شو يصيرون النوم؟ شو الذبح بالصباح هم صارت الدنيا لليوم؟
بس طالب الخربيط، الشيخ طالب الخربيط يقول احنا من نقعد في مجالسنا اول ما نردد شلون كانوا يرددون والله بعد العاده في الحزب. هل هذا صحيح الموضوع؟ يعني يقول طالب الخربيط احنا نبدا بسب الشيعه وبعدين ندخل في اجتماعاتنا. والله والرجل انت تعرفه لا يكذب والله كثير. انا اعرفه هو الرجال، واحنا خوالة نصير ترى. اي والله ما عندي علم بهاي السالفه، واذا مسولفينها فهم مو شرفاء. منو اللي سووها؟ يعني اذا مسوينها المجتمعين ومسولفينها طالب الخربيط يقول مو اتحاد. طالب، اذا طالب كلامه صحيح ايه ويقعد وياهم فهذولاك مو شرفاء. هو يسولف هذا الكلام مو شريف. باتحاد القوى الرجل اتحاد القوى اذا هذا صحيح يسولفونه بيناتهم باجتماعاتهم ما بهم الشريف مره زلبه. بعد شو تريد؟ ازيدك النوب والاخرى. جيد. يعني شلون يقبلون هذا المنطق يصير؟ هذا الامر انت ما سامعه في مجالس خاصه؟ يعني مر عليك ما رجل لا يقدر واحد يسولف قدامي بطائفيه ولا بزايد ناقص؟ لان انت شيعي؟ يعني يخافون منك لان انت شيعي ما يفتح الشيعة؟ ولا سنان الانسان انسان وهي بعد شو تريد؟ جيد. اسست مجالس الاسناد حضرتك والشيخ ستار ابو ريشه الله يرحمه الشهيد. بعدين اجى اخوه احمد ابو ريشه. اسالك سؤال، جيت القشره على راسه. هل ملأ احمد ابو ريشه مكان ستار ابو ريشه؟ لا. ليش؟ هذا تعبان. تعبان يعني جسديا تعبان؟ تعبان بكل شيء. شلون يعني؟ تعبان هذا دربه مبين رجال يدور شي دولارات، يدور شغلات، يدور علاقات ويا مسؤولين، ما شنو وانما شو يسوي؟ يعني سوى واسطات بالعلاقات ويا المسؤولين، شو يسوي؟ عقليته هاي عقلة نقص. ليش تقول عسى ما يجي؟ والله هو كان يخابرنا من الامارات، كان هو عايش بالامارات. يعني شلون خابرنا؟ كانت اتصالات ماكو، عندنا ثريات. ايه يقول له الاضويه مشعوله بالليل. كان قلت الجماعه سكاره ولا شلون يقاتلون القاعده بهذا الظرف؟ يعني ايش عقله واصل هالمستوى؟ من شافنا سحقناهم منيناهم. بعد ليش تقبل الموضوع واجا من شاف الامور انحسمت؟ يعني نهاز فرص. ايه بالضبط، انتهازي. نعم. واخذ مكان اخوه. اخذ والله. قد استفاد؟ شوف تدري من باب الخطيه والعاطفه وقلنا خطيه وكذا خليناه. شوف من خليناه تلقلق هذا، قام يجيب القاصي والداني علينا، قام يجيب الاسلاميين وقام قاعد احنا كنا خصم اثنين، احنا والحزب الاسلامي، يسار اتفاقيه احنا يا هم بالانبار. انتم من؟ احنا مجالس الاسناد ومجالس الانقاذ. نعم. فشو بعدين نروح نجتمع نلقاه قاعد وياهم، كنا الشغله تبين مولسه. هذا الرجل مو نظيف وما ينمشي بينه وبين الجرف، لزمناه وعفناه، خليناه يظل بيد الحزب الاسلامي وبيد الاسلاميين الى ان خلوه مضحكه هسه باعترافه هو. يعني الشيخ احمد ابو ريشه مضحكه؟ طبعا يضحكون عليه. منو عين مكان اخوه؟ والله احنا اتفقنا كليتنا. هذا اللي اختارته، يعني واحد يتحمل نتيجه اخطاء. اختارنا غير قلنا يمشي بالدرب القينه. ايش سويتوا له؟ قام يتعوج يدور علاقات. سويتوا له عفناه خلينا هسه وينه هو لو موقفه صحيح ويانا. نعم. كان هسه حالنا يمشي بطوله، يروح للرمادي، يطلع ببغداد. هسه هو بعمان لو بالامارات؟ والله ما عندي علم. ما عندك اتصال؟ ما عندي اتصال به. منو الشيخ حميد الهايس، منو من الطرفين تاثيره اكثر عليكم، الامريكان لو الحكومه العراقيه؟ شلون يعني؟ يعني منو الى الصوت القوي عندكم، تعليمات ينطيكم ترتبطون به، الامريكان لو كنا بالسابق؟ الحكومه العراقيه كنا بالسابق والان؟ من كنا بالسابق لا الحكومه العراقيه. والان؟ الان الامريكان. نعم. شنو طبيعه علاقتكم بها؟ من هم؟ الامريكان. الامريكان مو موضوع علاقه ما علاقه، الموضوع انه ضغطنا عليهم يسلحون الحشد الشعبي، يدعمون شرطه الانبار، هي هكذا الامور. هو هاي التفصيله. يعني يدعمون الحشد الشعبي. نعم. بس خلي اكمل لك السؤال شويه واضح. صح. يدعموكم، ينطوكم اسلحه، يعني هم ما راح يسلموكم اسلحه بالايد، لا ماكو بالايد. منو متولي على هذه الاموال؟ الامن الوطني. الامن الوطني. الحكومه العراقيه. شاب هذا الموضوع قضايا فساد؟ شاب قضايا فساد والله ما عندي علم، وين الشيء قضايا فساد يعني؟ نعم جيد. هي بندقيه ينطونها وراتب 500,000. ايش منطينه؟ توقفت الرواتب لو مستمره دائما؟ لا مستمره هسه. هل هناك اسبوع استلموا الحشد رواتبهم؟ هل هناك من مجالس الاسناد ذهبوا مع داعش؟ لا انت اذا شفت المجازر والموت اللي صار والصور بكل العشائر، ترى هم ذولا المجالس الانقاذ والاسناد هم ذولا اللي انقتلوا.
اكثرهم من قتلوا. نعم. لكن شو تسوي؟ شنو السبيل؟ الشيخ حميد الهايس رشحت للانتخابات البرلمانيه. رشحت. وايش كانت النتيجه؟ تقدر تسال المفوضيه. ايش بيها المفوضيه؟ والنتائج الاوليه طلعت. ايش بيها المفوضيه؟ فزنا وشزونا. ليش؟ قالوا انتم مستولين على بطايق وما شنو اشكال التهم. وبعدين ذول اللي يدخلون البيانات الحاطينهم سرور وقاطع، مو يسوون سرور وقاطع، اعضاء مجلس المفوضين انطوهم الوالد فلوس. احنا ما عندنا ملايين دولار. منو اللي اعطاهم فلوس؟ والله يقولون ادخل على الله، يقولون كتله الحل والحزب الاسلامي. يعني قاطع الزوبع ماخذ فلوس؟ اي قاطع وسرور. اللي يعني في قالوا بعدوه وحطوا لنا صعدوا لنا بمكانهم شمالين، ما حصلوا شيء هم. يعني عندهم هاي الامكانيه؟ هذا كلام خطير. يعني هسه تشكك في نزاهه مو نزيهه المفوضيه. مو نزيهه. واسال مفوضيه الرصافه. اني هنوني بالفوز بالانتخابات. شو يعني قبل شو ورا بيومين طلعت النتائج اسمي مطالع. شنو كان قائمتك؟ وحده ابناء العراق. انت اسستها؟ لا احنا متفقين، اسسها سعدون جوير بوقت وزير الدفاع. ايه وانا اسمي كان اخر اسم، لان ما عندي نيه ارشح اصلا. يعني شلون حشوا قائمه واذا جايب لهم 6000 صوت ما ادري قد بخلال 4 ايام ما 5 ايام قبل قبول المره الثانيه. شعبيتك اكثر شيخنا في الانبار ام في بغداد؟ يعني يعني بجرأه اكثر انت مقبول في الوسط السني ام في الوسط الشيعي اكثر؟ لا بالوسط الشيعي اكثر. ليش؟ اشهد بالحق. يعني السنه على خطأ؟ مو على خطأ، مو كلهم. هسه داعش، خلي اذا انا اقول داعش كلهم من السنه، وكل الدواعش بالانبار 95% منهم من اهل الانبار. راح 1000 واحد من اهل الانبار يحاججني زعلان ليش تقول هالشكل؟ لان قله وعيه وهي الحقيقه. يعني هو ما يعرف انه هاي الارقام ما يعرف عباله داعش، ما يعرفون. هم مو خبراء كلهم يا اخي. نعم. ما يعرفون. تعال شلون تحكي على الانبار تقول ما تقول 95 يابا من مقاتلين داعش 5%. مو 95 من الانبار. لا اكو تفسير غلط. تحدثت عن ساحات الاعتصام واسالك عن تاثير الجوامع في ساحات الاعتصام، لكن بعد ان ناخذ فاصل ونعود اعزائي المشاهدين. عودة مرة أخرى. أرحب بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النجباء الفضائية. رمضان مبارك عليكم وعلى الجميع وعلى الشيخ حميد الهايس ضيفي. سألتك قبل الفاصل عن رأيك بتأثير الجوامع والأوقاف أو الوقف السني في ساحات الاعتصام. هو كان لهم دور كبير يعني بالتحريض والفتنة وتحشيد الجماهير أنه الصلاة ما يجوز بالجامع، حولوها على الطريق السريع، وهذا كله مخالف حتى للشريعه. احنا نعرفه، هم بس هم يعرفون بهاي. كانوا ائمه الجوامع يتقاضون رشا او لا فلوس؟ كانت على الخطبه اليوم الجمعه اللي بالساحه اللي يلقي اقوى خطبه طائفيه تحريضيه تحرض على شرطه الانبار والجيش الموجود بالانبار وعلى الواقفين مع الحكومه او مع المو بالساحه، يعني كان يتقاضى اكثر اجرا. من ينطي هذه المبالغ؟ والله ما ندري، جهات كثيره تنطي. يعني بعض في لقاء طبعا اكو جهات دعم جاي ودعم خارجي هم بذاك الوقت حسب ما سمعنا. الحزب الاسلامي شنو علاقته بساحات الاعتصام؟ هو اسسها لكن انسحبت منه، سحبوها منه المجالس العسكريه البعثيه، هم دعموها بزخم الجماهير. يعني البعثيين كان لهم دور في ساحات طبعا الاعتصام؟ الجماهير لو ما البعثيين انتهت بالشهر الاوليات، لكن جتهم الجماهير هذول يقول لك لنا، هذول يقولون لنا. شنو الدفع الجماهير ان تتجه نحو هذا؟ يا اخوي 9 سنة و4 اشهر الخيم موجوده وكلها خطابات، ودت قناه الرافدين وبغداد وكم قناه كانت كلها تنادي، يعني وروا الدنيا. نعم. ورت الديره باكملها. ورت يعني حرقوا الجو. حرقوها طبعا. نعم. حرقوا الجو بيها. الحزب الاسلامي استحوذ على مناصب او على تمثيل السني في الحكومه وفي البرلمان وبغيرها، كيف استحوذ الحزب الاسلامي؟ هو من صارت هاي انتخابات متحدون الاخيره كانت الساحات موجوده. نعم. فاستخدمت لهذا الغرض. قبل ساحات الاعتصام ايضا كان لا الحزب لا لا ما كان متنفذ؟ لا 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 هو شوف، يعني من يفلس الحزب الاسلامي يسوي مشكله، يقوم يدغدغ مشاعر الناس من هالباب، ولا الله وكيلك لا نستحوذ ولا كل شيء.
حزب الاسلامي ما مستحوذ، رئيس البرلمان حزب الاسلامي، شو اسوي له واذا حزب الاسلامي ما مستحوذ؟ وزراء حزب اسلامي بعد. لا مو كلهم حزب اسلامي. مو جيد. نرجع الى ساحه الاعتصام. كيف لشاب صغير مثل سعيد اللافي ان يتحكم هو وغيره بجموع وشيوخ كبيره وناس كبار بالعمر وعندهم تجربه وعشائريين، وهذا يقودهم بطريقه يعني تكاد تكون لا تليق بهم؟ هو هذا الغباء مالهم اللي وصلهم لهذا الحال، قشامر انضحك عليهم، قلت لك باسم الدين وباسم المدري ايش وباسم المظلوميه وباسم مدري السوالف هاي التعبانه، وصلوا لهالمستوى هذا. واللي هو منه سعيد اللافي ومنه قصي الزين، منهم هذول ناس نكرات الله وكيلك متاخمه. هسه لو تدور لهم تلقاهم شي وين قاعدين بي بار بي مقام. ايش بيه قصي الزين؟ قصي الزين يكتب ابوه يكتب حجب للنسوان اللي ما تحبل، يكتب لها ورقه وموصيها مي واشربيها ويصير عند الجاهل. هذا الشيخ ايه لو بسوى نفسه ملك قال لها راح يجيش ملك يشبين يلا دازه. إيه؟ قشمريه هذول مشعوذين. شلون هسه هذول الشعوذه الموجودين فاتحين مكاتب ببغداد؟ هم ذول اللي اخروا البلد قرن النوم. مشعوذين ذول يضحكون على الناس. شنو قصه الجيش الحر والله انا سميته جيش الكر. حماس العراق بكته من قالوا احنا نسوي نشكل جيش الحر مثل اللي بسوريا، قلت لهم خوش كره عندكم صيروا مثلهم. منو قال ناسس؟ انا قلت لهم صيروا كره. لا منو قال ناسس الجيش الحر؟ بالخطابات اكثر شيوخ بيهم شيوخ عشاير، بيهم ضباط سابقين، بيهم معممين. شيخنا انت شخص يعني غيور، ما هي مشاعرك وانت تسمع عن جهاد المناكحه او جهاد النكاح وغيرها من الممارسات السيئه اللي والله هذا كلام مخزي يعني ومعيب جدا. وانا بالنسبه لي مصي ربعي ومصي الناس تلقونها من الزوجه داعش يقتلوها هي وامها وابوها، لا حد يقول لي ما لهم ذنب. وهسه انا قلت هذاك اليوم قلت خلينا نسوي مختبر DNA، نعم، نحلل به الجينات مال الداعش، اذا طلع ابنه وابوه صحيح يجوز نعف عنه، بس اذا طلعوا كلهم ملدزنه فيتنذبح الام ويا ابنها الداعشي ينقطعون. الام شنو ذنبها يعني؟ هي خلفت حيش دفعت من قبل اهلها. كلب يخلف جرو، دفعت من قبل اهلها. كلب يخلف جرو، خلفت هذول المناعيل الوالدين. ليش اقول اسوي لهم مختبر DNA؟ انت ما تعرف يجوز بالطب. لا اعرف DNA يعني حتى تطابق جينات، هل هو ابن ابوه؟ انا متاكد ما يطلع ابن ابوه وهاي نتيجتها. وعليه مشاعرك شلون تقبلت الموضوع؟ او والله ما والله انا شوف اقول لك قلت لك وصيت جماعتي وصار هذا الحادث طبعا نفذ والله نلقاها ماخذه داعشي وراضيه بداعشي وابوها وامها منطينها الداعشي الا نقضي عليهم كلهم. ما تخافون من الحكومه ولا من القضاء؟ لا 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 ما تخوف السالفه. يعني الحكومه لازم ابوي هذول لازم ينتهون، هذول سرطان. وقلت لك كلب يخلف جرو، فعادي ماشي جرم مهم يكبر يصير كلب يقوم ينبح مثل ابوه. يعني امراه تضرب راس جندي امام اجتماع لداعش، شنو اللي يدفعها لهذا ببلوكه ضرب الراس الجندي؟ شوف انا متاكد من هذا الموضوع مال فلوجه غير، انا متاكد اجبروها داعش. احنا شفنا بعيوننا كانت النسوان تنخى قتلوهم بداعش، وكان ينخن ببلدن على قتال داعش. نعم. وضحن ببلدن كثيرين. مجبره هذه؟ اي مجبره هاي. انت اكثر سياسي من سياسي السنه ترحيبا للحشد ودائما تقف معه، من يشاركك هذا الترحيب او هذا الموقف؟ كانت الرمادي محاصره من داعش، اجى 80 شيخ عشيره وشخصيه اجتماعيه على رئيس الوزراء طلبوا منه دخول الحشد الشعبي، وانا اصلا كنت ما رايح وياهم. 80 شخصيه 80 شخصيه من اهل الانبار. من ابرز هذه الاسماء؟ شيخ البفهد، محمد الهايس اخويا وياهم، شيوخ البذياب، شيوخ البعلي، كل شيوخ العشائر تقريبا اللي المقاتلين اللي على الارض، ماكو شيوخ هم لبس عباته وشلع. اي فاجوا على رئيس الوزراء طلبوا منه دخول الحشد الشعبي، مو بس اني. هذول ما يفتهمون بالجغرافيا الامنيه. والله لولا الحشد الشعبي لابو بكر البغدادي يلقي خطابه بالقصر الجمهوري. منو قال لك مو هم يريدون ابو بكر البغدادي؟ منو يريده؟ هم يريدوا ذولي؟ من يريد ابو بكر؟ الجماعه الانبار اللي ما ذهبوا باتجاه الحكومه. طبعا كانوا يريدون بوقتها، طبعا كانوا يريدونه. لو ما يريدونه كان ما صفقوا له. اي سياسيين السنه اجدر برئاسه الاقليم السني اذا نفذ النجيفي ام الهاشمي ام العيساوي ام صالح المطلق؟ وهذا الشيء ما راح يصير. هذول احنا بالنسبه لنا عندنا نظريه، هذول حايلينهم على التقاعد. انا راح اسالك سؤال اخر لان هم مخرفين.
منو مخرفين؟ اربعتهم؟ اي العراق انت عارف طبعا انت من يصير عمره فوق ال70 يقوم يهذرف. اي بس يقوم حد يشارده والوارده. رافع العيساوي كان شيعي ولا سني ولا كردي الله وكيل. رافع العيساوي ستينات. لا ما يصير، ما رافع عليه اوامر قبض ما يهوط بعد. شو مسوي؟ شو مسوي؟ عليه اوامر قبض. ونفذت لو ما حد يندلل؟ وين هو قاتل خارج العراق؟ من ينفذ عليه؟ هل العراق ذاهب باتجاه الفدرله او التقسيم؟ والله احنا من خلال معلوماتنا ومن خلال ما نملكه من نظريات انه العراق في نهايه 2016 راح يتحول بلد مزدهر متوحد يصير غير اللي جاي يشوفه. منين لك هاي المعلومات؟ نعرفها. يعني منين؟ بين السالفه، فيلم ينتهي يعني؟ فيلم 11 راح ينتهي. الامريكان لهم علاقه بهذا الموضوع؟ الامريكان طبعا. هم قالوا لك؟ الامريكان دائما قالوا العراق يزدهر وراح يصبح الاول بالمنطقه وراح ينبني وكذا من السوالف هاي. انت مره تصدق بالامريكان، مره تصدق بالحشد الشعبي، شيخنا يعني اقول لك شو تقول لي هالشكل انت؟ الحشد الشعبي ناس مقاتلين على الارض. اي بس الامريكان اللي شو من يقود الحكومه العراقيه؟ منو؟ الامريكان. الامريكان يقودون الحكومه العراقيه؟ لا الامريكان. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وعودة لبرنامجنا، ومعي ضيفي الشيخ حميد الهايس. شيخنا في هذا البارت راح نشوف أسئلة المشاهدين الكرام يسألوك عن بعض الأسئلة. خلينا نشوف أول سؤال. يعني حتى إذا كانت أنه النية دفاع كانت نيته أنه سياسية أو كسب ود القيادات اللي متمثله بالحشد الشعبي، فهذا الشيء ما نعرف، يعني ما اعرف، ما اقدر اتكهن انه سياسيا يعني شهره او يعني من دافع وطني او ديني. هذا مواطن يقول ما اقدر ازكي الشيخ حميد الهايس ورا كل هاي المواقف، ورا الطلقات اللي بجسمك وبابنك واخوانك، ليش يجي يخلي يعني شنو اللي يخلي الناس تتحدث بهاي الطريقه عن الشيخ حميد الهايس؟ لان يجوز ما يعرفني جيد، لكن من يعرفني زين ويمشي وياي ويتعامل وياي راح يعرف من هو حميد الهايس. بس هو يقول لي أنا اشتغل بالسياسه، يعني عوده. يمكن احنا قلنا احنا ورطه ورطونا بها الجماعه والسياسه احنا مش محصلين من السياسه، لا عندنا منصب سياسي لا مسؤولين لا شيء. بس ما كنت معروف. شلون هسه العالم كلها تعرفك، صرت نجم، يعني لا السياسه فادتك. فادتك. لا معروفين كنا، لكن ما كنت نجم. خلينا نقول ما كان اكو شيء يوصلك للناس. اي يعني السياسه فادتك. هسه انت شيخ ومعروف بالعالم، والله انا يسوون لك لقاءات، قنوات فضائيه. شاعم ترى من هاي المسميات، يعني اي صفه تفضيل انا ارفضها. جيد، بس بدون صفات تفضيل. انت الان شخصيه معروفه، شخصيه مجتمعيه خلينا نسميها، الناس تعرفك، هذا في شيء قدمت لك اياه سياسه، ليش تنكر لها؟ احنا قلنا لك، جابوا لنا وقالوا لنا صيروا سياسيين، وانت اجيت وجينا وواحد طبعا ليش احنا جلستنا قاعدين بالمنطقه الخضراء مستقبلين ولا مدعين؟ الله وكيلك، يخابرونا يسالونا يستفسرون من عندنا عن بعض الامور، وهاكل بسطها شيخنا. بس خلينا نشوف الفيديو الاخر. يعني المفروض من عنده هو هسه منطقته المفروض يرجع بيها، هو كشيخ عشيره يرجع ينظم اموره ينظم ناسه. ليش ما طبعا ترجع؟ انا حيي على هالسؤال. ليش ما ترجع؟ هذا الظاهر ما يندل اني وين حقه معذور. خاف يشوفني ببغداد، اجي لي بالشهر نوبتين ثلاث، حالي حال العالم، يصورني انا هسه انا ساكن بغداد. وين ساكن هسه؟ وين ساكن؟ والله يعني رايح راد رمادي، بغداد، فلوجه، عامريه، وبعدين هو لا ينسى شمال الرمادي منه لازمه هسه. يوضح اي لا يدرون هم، الرجال ما يدري معذور. اي منو ماسك شمال؟ انا اولا شوف، اتحدى واحد بالعراق يدز ولده اثنين للقتال، اتحدى كائن من يكون، وتطوعا وامر من عنده هو، امر من الاب يدز ولده اثنينهم، شرط ما تبقون الا تروحون ويا جماعتكم ولد عمامكم. بعدين من البهايس اكثر من 40 واحد هسه يقاتل بالحشد الشعبي، وبيهم ضباط وامرين وكلهم موجودين بالمنطقه. بس بالحشد الشعبي لو بالجيش النظامي ايضا؟ لا اكو بالجيش النظامي. نعم. شيخ حميد الهايس، راح نسمع السؤال الاخير من احد المواطنين. سؤال وجه حميد الهايس، اشوف اذا هو صدق وطني ينزل الارض المعركه، لا يظل يصرح بالتلفزيون. هو هذا اللي يسال وين ساكن؟ هذا يمكن بالكراده.
بالكراده معذور لعد. اي معذور. جيب لي مسؤول من اهل العراق من 2003 وجاي الصوب بقد ما صوب حميد الهايس، وانضرب بقد ما انضرب، وتاذى نفسيا وماديا ومعنويا بقد حميد الهايس. يعني الا اموت انا دا يرتاح، الله ما يريد يموتني، الله يريد نعيش خدمه للناس. ان شاء الله. اصبعي وينه؟ طلقه هنا، شريان مقطوع، العصب مقطع، شو اسوي له؟ شو يريد نصير؟ الف فصله دا يرتاح؟ انا راح اخذك وياي متطوع، اذا انت قد تجيني هنا ونتواعد انا وياك ونروح للرماد انا وياك واشوفك المراجل والرجوله شلون تكون. يقدر يروح وياي هذا السائل؟ هذا لازم ندوره ونجيبه. اي والله لازم تلقوا لي اياه. ان شاء الله نجيب اخذه وياي قوه طبعا، وين ما القاه اخذه. ان شاء الله نجيب لك اياه. شيخنا ناخذ فاصل ونرجع. فاصل اعزائي المشاهدين. عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وضيفي الشيخ حميد الهايس رئيس مجلس إسناد، وضيفي رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ حميد الهايس. شيخنا عندنا بعض التصريحات اللي حضرتك راح تشوفها فيديويا ونطلب تعليقك عليها. نعم. راح نسمع أو نشوف أول تصريح إليك. الله وكيل تآمروا مع داعش من خلال تصريحاتهم، من خلال اعتراضهم على الحشد الشعبي. ثق بالله العظيم لو فوج واحد من الحشد الشعبي ما تسقط الأنبار. هاجمت مجلس المحافظة وأعضاء البرلمان من أهل الأنبار والسياسيين. يعني حضرتك أنت تقول لأن كان قائد عملية الأنبار يتصل بي. نعم. يقول لي حركنا لو فوج واحد من الحشد الشعبي، لأن احنا محتاجين أعداد يساندونا حتى ما تسقط مدينة الرمادي. نعم. وفعلا يعني قبل السقوط الأنبار. مدينة الرمادي. نعم. طبعا. واروح للمحافظة، اروح لمجلس المحافظة، يا معودين أهل المروة ترى القيادات الأمنية الميدانية تطلب دخول الحشد الشعبي. ها والله احنا مدنا يدخلون، جب ما منو هذا اللي يمنعهم اذا هي القياده تقول لهم يدخلوا؟ اعترضوا. منو اللي اعترض؟ بكتب مجلس المحافظه اعترض. تقول رئيس مجلس المحافظه طلب. اي مو قلت لك طلب، هو النوب يطلب، النوب يبطل على القائد ماله من هو؟ نعم. بالمحافظه القائد السياسي قصدك؟ طبعا. وذول السياسيين من اهل الانبار اللي هم كانوا معترضين على دخول الحشد، وهم نعم. يخدعون يتخمون. شنو اللي يخليهم يعترضون شيخنا؟ والله ما ادري. لا تدري. وعلى اساس انه مدعومين من ايران الحشد، وشنو المشكله؟ يطبون ياذون، بس يعني عزتهم داعش. يعني شنو المشكله اذا كان واحد مدعوم من جهه معينه ودا يحرر ارضي؟ جزاء الله الف خير. شنو المشكله؟ يعني بالنسبه لهم شنو المشكله؟ انا بنظري جزاء الله الف خير، واحييه وارحب به. اما هم عندهم حاله نفسيه او مرض نفسي، او كانوا يتصورون انفسهم المقاتلين الموجودين على الارض راح يقدرون يحمون. ما يندلون يوميه خسائر عشرات، هم ما يندلون شكو ما. يعني احمد خلف ايضا يعني رجال تصوب بحديث احمد ضربوا له وضرب وقاتل يعني. أيوة. احمد كان بوقتها ما كان اكو حشد من كان احمد. لا شخصيه جيده يعني. ايضا انت حضرتك تتحدث عن لا طبعا الرجال هو اللي قد شوف الجود بالنفس اسمع غايه الجود. نعم. اللي يقدم نفسه بمواجهه داعش وينضرب وينقتل او يستشهد خلينا نقول، والله يريد يفك. كانت سرعه باقالته احمد هو شوف اي مو التنافس على السلطه. لو بعدين يقولون زرناه لالمانيا لقيناه ما يقدر يقوم، خلعوه الله وياه خلعوه. نشاهد فيديو اخر لحضرتك. والله انا برايي صباح كرحوت يسد حلقه ويسكت. نعم. ولا يسولف ولا يصرح. ترى اقول لك سالفه، ترى بسطال شيخ حميد، بسطال واحد من الحشد الشعبي يسوى 3/4 سياسيين الانبار وحكومه الانبار، اخاف ما حد يدري. شيخ حميد عمي غيره ما ظلت عندهم، قاموا يزاودون علينا مزاوده واستهتار. الله وكيلك تواطأ امي داعش، وانا مسؤول عن كلام، انا ما بحال لا حكومه ولا موظف بدوله، حتى الحكومه المركزيه ما انا بحالها ويدري بها يا استاذ كريم. منو هذا الربع اللي استثنيته؟ قلت 3/4 يسواهم، الربع اللي استثنيته منو ما؟ والله بيهم خيرين يعني، ما نقول كلهم سيئين. يعني بيهم عشائرهم تبهدلت، وبيهم زاروا قيادات الحشد الشعبي. يعني سياسي عشيرته تتبهدل هو شعليه. لا ليش؟ يعني الدم يتحرك. يعني لا كل الاحوال القرايبه يموتون. من ال3/4 ذولي منهم؟ انا قلت يسوى 3/4 سياسيين. ايه من اللي يسواهم؟ الفصال مقاتل بالحشد الشعبي يسوى 3/4 سياسيين الانبار. افتهمنا. في لو ما سياسيين الانبار تصل لهالمستوى، كان نزحن النسوان، كان نزحت الزلم، كان نزحت الاطفال، ظلوا 3 سنين بدون مدارس. شيخ معد سالفه عيب اسولفها. شنو هي؟ وحتى الصخام الليالي صار بشعر هنا بالملائكه الصفراء. زين. وضح شيخ
انت حكيت امراض وغيرها من وراء الخيم والظلم الاسود من وراء السياسيين. والله لو غيرهم يستحون ويبطلون حتى السياسه ويطمون انفسهم، كل واحد يحفر نفسه قبر ويدفن نفسه به هو حي. قصدك سووه احزاب سياسيه؟ احزاب طبعا، الاحزاب وغيرها وشخصيات الاحزاب. كم حزب سياسي في الانبار؟ والله كل ما تجي انتخابات يطلع لنا اسم. لا والله ما عادهم، انا ما عادهم والله. عمليا الحزب الاسلامي ما ادري يسمونهم او حركه الحل ونوبه، كل نوب ليش مو بس ذولا مثلا، يعني هم 4-5 احزاب. الوفاء للانبار هذول 4-5 احزاب، إيه 10 احزاب. لا ماكو 10، ما بيهم 10 احزاب. اذا يعني بسطال الحشد الشعبي يسوى هؤلاء الاسماء؟ 3/4. هاي الاسماء اللي هسه عددناها يسوى 3/4. الانسان اللي يجود بنفسه من اجل الوطن ومن اجل غيره وخارج محافظته بمئات الكيلوات، يعني هذا ما تقيمه؟ زرت يعني تدني اصير منافق؟ زرت اشهد زور على احمد ذولا واذم ذول، الله وين اروح منه؟ زرت الجمهوريه الايرانيه الاسلاميه 7 مرات. ايش سويت؟ والله ازورهم واقعد وياهم ونجتمع ونسولف على الوضع الامني بالعراق والوضع السياسي. يعني 7 مرات وتريد هم يقولون حميد الهايس ايراني، يعني بعد ايش قد تروح؟ شلون؟ يعني انت زاير ايران 7 مرات الجمهوريه الاسلاميه. زين زاير تركيا 10 مرات، ما يقولون تركي. اي زين صدق، ليش ما يقولون تركي؟ ليش يقولون هو هم اسالك ليش ما يقولون عليك تركي؟ حقد وطائفيه، وتدري البعض ثقف كثير انه ايران العدو الاول. ايران سبه يعني عند اهل الرمادي؟ لا والله لا ليش؟ ترى مئات من اهل الانبار راحوا ملتقوا. ايران قدمت مساعدات للنازحين لا تنسى، وقدمت. ايش رادوا منك خلال هاي ال7 مرات؟ من هم؟ الجمهوريه الاسلاميه. والله ما رادوا مني كل شيء، وبعدين شو يريدون مني؟ شو يقولوا لي؟ شو يسالوني؟ اولا رحنا اول زياره كانت معارك اهل الانبار ويا الامريكان توها منتهيه، فكانوا هم يسمون الانبار مدينه المقاومه. نعم. ذاك الوقت من هالباب ترى، ورادوا يدعمون اهل الانبار بوقتها لان تأدت بالمعركه العسكريه. ورفضوا اهل الانبار الدعم الجمهوري؟ ما رفضوا، احنا تركناه والله. ليش تركته؟ ماكو تعاون من قبل مجلس المحافظه بذاك الوقت. مجلس المحافظه ما قبلوا يتعاونون ويا الجمهوريه الاسلاميه؟ بالضبط. قبلوا بداعش يعني؟ لا كان ماكو داعش بوقتها. القاعده؟ لا داعش ولت القاعده بوقتها. لعل كانوا يصورون انفسهم راح هم يسوون البنيان وهم يعمرون خيالات. وراحت بالصفقات؟ راحت بالصفقات الرمادي واهلها. راحت بالصفقات. عندنا فيديو اخير نشوفه ونرجع. كم شيخ داعشي عندنا؟ وايه. تقدر تعددهم؟ والله وايه ما يحتاج نعدد. 3 منهم باتوا بدار الضيافه هنا بمجلس الوزراء. منو ضيفهم؟ ما ادري خابرين على رئيس الوزراء، ما ادري منو ضيفهم؟ برئاسه الوزراء ضيفتهم، انا لو رئيس الوزراء ضيفتهم بهالوقت؟ قبل 5 ايام. مجلس الوزراء يضيف دواعش؟ شوف ما يعرفونهم، احنا عندنا قائمه باسماء الدواعش. إيه؟ احنا ترى عندنا قاعده بيانات متكامله مسلمه. شنو ما يعرفون؟ وعندنا اسمح لي، وعندنا اسماء شيوخ الانبار اللي هم ويا داعش. طبعا رفعوا اوامر قبض عند بعض الشيوخ داعش. عندك علم؟ حجه هذا يعني كيف ما عندهم قاعده بيانات عن الاشخاص اللي يستضيفهم رئيس الوزراء؟ اكو واحد خيشاكم غبي ما يعرف منه الداعش من المداعشي، اكو واحد ما يعرف شيوخ الدواعش. راح اقول لك عجله الاصخم منها. قبل اسبوعين والله صور عندي بموبايلاتي، سووا مع عشيره جميله. والله عشيره جميله قاومت داعش امانه، وقفت ضد داعش وقدموا تضحيات كثيره. بس لكن رافع البشحني جميلي منين؟ جميلي مو داعشي. إيه؟ مو من اكبر قيادات داعش. اللي قبل اسبوع يلا ابوه قال انا متبرر من كل واحد ينتمي لداعش. ابو رافع اللي قبل اسبوع. واستضافوه الحكومه ابو رافع؟ مؤتمر حضروا مسؤولين. يعني هسه المتبري ما يخالف، المقاتل ما يخالف، امنا بالله على عيني وراسي، بس شوي افضحهم من البدايه. حضرتك تتحدث، اني شفت الجانب الاخر، يعني مجلس الوزراء ما عنده قاعده بيانات عن شيوخ الانبار ولا عن شغلهم ولا عن كيفيه الامن الوطني ما عنده. يبدو هكذا، والا ليش يستضيفون دواعش وينطوهم فلوس وينطوهم الامن الوطني ما عنده داخليه ما عندها. شنو اللي يخلي الحكومه تاخذ اجراءات بحقهم؟ والله هم موجودين، هاي بياناتهم موجوده ضد الدوله. الحكومه ليش ما تاخذ اجراء بحقهم كما تعتقد؟ مو موجودين ببغداد، هم كلهم باربيل هسه، باربيل وبعمان. انطيك شخصيات كلمتين. نعم. تقول لي رايك بيهم. علي حاتم سليمان، انتهازي انتفاعي. ظافر العاني،
بعثي. بعد افكار كلمة. البعث. بعد كلمة. افكار البعث كلها براسه. صهيب الراوي. صهيب الراوي محافظ الانبار بس ما بيده غير مفاتيح التبن. شنو يعني مفاتيح؟ ما بيده شيء يعني قاعد وساكت. محمود المشهداني. والله انا احترمه. صباح كرحوت. يعني هذا مقيود وليس قائد. عبد الرزاق الشمري. داعشي وكلب. رافع الرفاعي. عوذة منه ومن اسمه. عبد الملك السعد المرجع. ماكو مرجع، احنا هو قالوا فتاوى قتال داعش، احنا انطينا فتوى قبل اول ما بدا داعش اول يوم احنا قلنا قتال رأيك شرعا، احنا ما نسمع فتاوى عبد الملك. رايك بي عبد الملك السعدي؟ عبد الملك السعدي نفسه وياهم. ويا داعش؟ اي والله. الشيخ احنا احمد ابن داعشي. ابن عبد الملك اي السعدي. هم هجموا بيوت العالم العاد منها جنباني. احمد الكويسي. محترم. نور المالكي. نور المالكي انا من احترمه كثير. هادر زيج. هادر زيج والله من كان قائد شرطه الانبار بزمانه كل الاقضيه سقطت. رشيد فليح. هم كان قائد عمليات وسحبوه. رشيد فليح زين رشيد فليح مقاوم ما يخاف، انا شفته بمعارك كثيره. حيدر العبادي. انت تحكيني عليه هو؟ اسالك. حيدر العبادي ضعيف. بعد كلمه لخ. ضعيف وما يمكن راح يحل مشكله البلد. رافع المشحن. داعشي وارهابي. لقاء وردي. نائبه بالبرلمان. ايش عندك وياها؟ كانت تسمي داعش المسلحين. انتهت حلقة اليوم وانتهى اللقاء مع الشيخ حميد الهايس. نشكرك شكرا جزيلا، نتمنى لك رمضان مبارك لك وللعائلة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا. انتهت حلقة اليوم من برنامج رهن الإجابة. شكرا لمتابعتكم، نتمنى أن نكون خفيفي الظل عليكم.